بدايه الكارير انا لسه فريش بسال نفسي انا عايز اكون ايه كمان 5 سنين او 10 سنين. انا بعد 5 سنين اقدر اعمل شيفت كارير، بعد 10 سنين نص نص تقدر. بس بعد ما تخلص تبقى اكسبيرت في حاجه، مش بتعمل شيفت كارير بقى، ممكن تفتح يور اون بزنس، اتس انذر ايشيو. ليه؟ لان خلاص بقيت اكسبيرت في حاجه. لو انت فعلا، لان خلي بالك هي فكره التعلم مش فكره سهله في الحاله ان انت تقدر فعلا، لانك لما تروح كارير جديد خالص انت بقالك 15 سنه بتجين نولج في ايه؟ بتجين نولج في حاجه، فانت محتاج الحاجه دي تنعكس عليك كوست بنفيت، انت كوست بنفيت صح كده؟ فالشيفت كارير مش وحش، بالعكس الشيفت كارير حاجه تانية خالص. هو مش معنى ان انت عملت استراتيجيك بلاننج لنفسك وقررت ان انت تبقى 5 سنين حاجه، ما هو مايت بي قرار يكون غلط وانا ما احبش الكارير ده. طب انا مش هغلس على نفسي يعني انا مش بعاقب نفسي في حياتي، لا خلاص هشتغل حاجه تانية بس اخطط لها برضو. واللي انت درسته هيفيدك، هو مفيش حاجه مش هتنفعك، بس الاول خد الحاجه اللي الكور بتاعك. يعني حد بيسالني هو لسه فريش، انا عايز اخد ام بي اي شهاده ممتازه، بس خد حاجه تكنيكال، مور تكنيكال دلوقتي. خد الام بي اي مثلا بعد شويه، لو انا بقارن مثلا بين سي ام اي وام بي اي على سبيل المثال، لانها مور تكنيكال. السي ام اي هي مانجيريال ليفل الام بي اي، تمام؟ فالاثنين هيفيدوك، بس ايه هيفيدك امتى؟ ده برضو بريوريتايزيشن، استراتيجيك مانجمنت. فانا لو عايز اعمل شيفت كارير مفيش مشكله خالص، بعد 5 سنين انا قررت قرار واكتشفت ان الكارير ده مش فيت ليا. وفي ناس كتير كده، اكتر ناس على فكره الناس اللي بيشتغلوا في السيلز بيبقى الموضوع فولاتايل قوي، وكل شويه باخد كوميشنز ولا، فهو اصلا اكاونتنج، فبيقول لنا طب انا ممكن ابدا بالاف ام اي بقى، وهل ينفع ترجعني كارير الحسابات تاني؟ خلاص لو هو الراجل شايف ان الكارير ده السكيلز بتاعته مش متناسبه معاه، بتقول له اعمل شيفت كارير. مش هتقول له بقى، مش هتمسكه تقول له ايه انت ما عملتش استراتيجيك لا خلاص هو الراجل مش فيت للبوزيشن. ما تبقاش يعني بتحبط الناس، ده ملوش علاقه. في دي ايشيو التايم مانجمنت حاجه والاستراتيجيك بلاننج، وان انت تلاقي ان البوزيشن ده مش مناسب ليك واعمل شيفت كارير، مفيش مشكله خالص. بس احنا بس هنا بنوفر عليك الوقت، واقول لك فكر كويس واسال الناس كويس. انت قبل ما تدخل شركه بتسال الناس اللي شغاله في الشركه. انا بجيب 2 3 من لينكد ان واسالهم. انت بتعملش كده؟ لازم تعمل كده. انا بعمل كده. انا لما بيجي لي بوزيشن بسال، انت عارف انا عايز اشوف ايه؟ عايز اشوف الناس اللي شغاله في الشركه الاتيتيود بتاعها مش البيزنس سكيلز، ببقى عايز اشوف هم بيتعاملوا مع بعض ازاي. انا هعرف ايه؟ انا مش فارق معايا حاجه تانية انا في البوزيشن بتاعي وبشتغل. انا بسال، عايز اشوف الاتيتيود البيهيفير، الناس بتتعامل مع بعض. دي اكتر حاجه تهمني انا على المستوى الشخصي لو داخل اي شركه، فلازم اعمل كده. طيب اتفضلي. في حاجه تقدر ان هي بزنس مثلا في البدايه لسه صغيرين وكده، احنا ايه الطريق اللي اخده في البدايه، ان انا ازاي انسق يعني اظبط الطريق اللي امشي عليه علشان في النهايه اوصل لحاجه كويسه اللي انا عايزاها. يعني الكورسات اللي اخدها في البدايه ايه، اخد الاول وبعدين اخد التاني، الحاجات دي كلها عشان احس في النهايه ان انا ماشيه صح في الاخر. يعني لو جاوبتك ابقى بخالف اللي انا بقوله. هسالك عايزه تبقي ايه؟ صح؟ انا مش عارف انت عايزه تبقي، عايزه توصلي للبوزيشن ايه؟ عايزه تشتغلي في ايه؟ لا مش اي حاجه. ما هو ده مش اي حاجه، انت لازم تقرري. يعني مثلا عايز ابقى اكسترنال اوديتور، انا عايز ابقى بشتغل في الشركات محاسب مالي، انا عايز ابقى انترنال اوديتور، مش ده الكارير عندنا. عايز ابقى فاينانشال اكاونتنج. مش عارف، لو مش عارف وتايه شويه، انا شايف من رايي ان الجنرال شويه فيهم السي ام اي. ليه؟ لان السي ام اي بتدرس فيها كوست، ممكن تبقى كوست اكاونتنت. بتدرس بادجيتنج فممكن تبقى تشتغل في البادجيتنج. اكسترنال فاينانشال ريبورتنج تشتغل في الاف بي ان اي والريبورتنج. وبتدرس حته سي اي اي، حته من السي اي اي، مش كبيره طبعا، الانترنال كنترول. بتدرس كوربريت فاينانس في بارت 2 والاناليسيز والسي في بي اناليسيز. فهي شويه لما اكتر من حاجه. ممكن عايزه امشي في حته ان انا يكون ليا بزنس خاص بيا. اول حاجه سكيلز مانجيريال بقى، هو ده مهم جدا لحضرتك. وازاي هتاخدي ديسيشنز؟ اولا لازم الموضوع ده شويه عايز ديسكشن اكتر من كده، لان انت محتاجه اصلا تبقي فاهمه ان انت لازم تعملي فيزابيلتي ستادي 5 سنين وتقيسي البيزنس ده هيبقى بروفيتابل ولا لا ليكي. صح كده؟ ولا انت هتدخل البيزنس وعلى الله يعني؟ لا، هي عندها الايديا. طالما قالت انا عايز اعمل بيزنس، انت عندك ايديا. ولا انت اصلا عايزه تعملي بيزنس عموما؟ تشتغلي في بيزنس. طيب دي انذر ايشيو. قرري الاول وبعدين نتكلم. دي انذر ايشيو. بس في حاجه، يعني في حاجه في دماغي، بس الفكره ان انا لو متلخبطه طب امشي الطريق ازاي؟
ازاي ابدا ايه الاول؟ دي نقطه من النقط المهمه جدا اللي احنا اتكلمنا فيها على فكره، اللي هو ايه، انا بمشي في اتجاه لا خد تيك ديسيشن. ما تقعدش انت، في ناس اقسم بالله، انا اقسمت بالله بيدخل يسالني على الماتيريال وبديها له، ويرجع بعد سنه يسالني على الماتيريال واديها له، ويرجع بعد سنه يسالني على الماتيريال واديها له. يا ابني حرام عليك، اجي لك البيت اذاكر لك يعني. طب يا مستر، هو الكورس بقى الماده بقت تتغير فيها حاجه؟ حبيبي انا بشوف ان في ديسكشن بيني وبينه انا مش فاكره، بطلع الاقيني بعت له الماتيريال، اطلع الاقيني بعت له الماتيريال. حلو يعني، انا مش معترض والله، هبعت لك كل حاجه، انا مش معترض. بس انت كده مش توصل لحاجه. if you don't know where are you going any path will take you there. انت مش عارف انت عايز ايه، لازم تاخد ديسيشن انت عايز ايه الاول. انت كل سنه بتدخل تسالني مرتين على الهاند اوتس بتاعه الماتيريال،